السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة موضوع مهم جدا جدا وهتكلم فيه عن موضوع الفيديو اللي من شهر تقريبا كنت منزلاه، ازاي تروحي السعودية او تعملي عمرة ب10,000 جنيه. مبدئيا كده عايزة لايك كبير قوي قوي قوي، لايكات كتير يا جماعة عشان الفيديو ده يوصل برضو، علشان ما اكونش يعني شايله ذنب. تمام، لان في تغيرات كتيره قوي قوي حصلت في الفتره الاخيره دي. انا رحلتي يا جماعه كانت في 12/10/2023. تمام، 12/10 اللي فات انا كانت رحلتي في فلاي ناس بدون وجهه تالته، وبدون كمان فيزا مشتريات. انا كنت حاجزه فيزا عاديه خالص. تمام، وكان يعني ساعتها الامور كانت متسهله، وكمان التاشيره كانت بتطلع لكل التذاكر. تأشيرة تأشيرة المرور على خطوط فلاي ناس كانت بتطلع لكل ايه التذاكر. اما دلوقتي حاليا دلوقتي يعني ساعات تطلع وساعات لا. تمام، دي اولا. الحاجة اللي يعني لو التأشيرة مش طلعت لك وكده على التذكرة دي تبلها وتشرب ميتها، مش لها لازمة خالص. تمام. لسه كان في واحدة منزلة على الجروب اني في كانوا حاجزين تقريبا مجموعة 15 واحد، والكلام ده كانوا بمبلغ كبير قوي قوي قوي، ومش طلعت التأشيرة لبعض الناس كتير قوي. يعني طلعت مثلا ل7 أو 8، وباقي الناس مش طلع لهم تأشيرات. تمام، وخسروا طبعا الفلوس والكلام ده. فأنا صراحة أنا مبفضلش حاليا في الوقت الحالي، مبفضلش فلاي ناس. دلوقتي بيسألوا على الوجهة التالتة، لازم تروح المطار بوجهة تالتة. بمعنى وجهة تالتة ايه؟ ان انا مثلا انا رايح جدة، لازم من جدة تروح مثلا من جدة للأردن، من جدة لدبي، من جدة للبنان، أي بلد ملهاش تأشيرة. تمام، لازم وجهة تالتة في فلاي ناس. تمام، وطبعا بتبقى مكلفة قوي قوي، خصوصا ان فلاي ناس ما بترجعش الفلوس يعني بتبقى التذكرة مش مش قابلة للإلغاء. تمام، يعني ممكن تلغيها، بس الفلوس ما بتاخدهاش كاش، بتاخدها عن طريق انك انت بتحجز طيران تاني. تمام، لو انت مش هتعرف تحجز طيران، خلاص الفلوس بتضيع عليك. ثالثا ان لازم فيزا مشتريات، مش فيزا عادية، فيزا مشتريات. طب انتي طالعه تقفلها في وشنا يا مي كده خلاص يعني مش هنسافر؟ اقول لكم لا والله، مش طالعه، يعني مش طالعه اقفلها لكم، بس في حل. ان هو في خطوط السعوديه برضو عامله نفس التاشيره، بس التاشيره دي مجانيه، بس الطيران بتاعها غالي شويه. الطيران بتاع الخطوط السعوديه غالي شويه. بمعنى ايه؟ الطيران بتاع تقريبا دلوقتي حاليا لسه شايفه حاليا في الموقع ب6900، 6900. انا هروح هتحجزي التاشيره ازاي او تحجزي التذكره ازاي؟ القاهره، من مطار القاهره الى عمان. تمام، ترانزيت جده. تمام، انا هختار بلد ملهاش تاشيره، زي عمان، زي لبنان، زي دبي. انت وحريتك، بس انا اختار عمان افضل، لان التذكره بتاعتها بتبقى اقل في السعر. اختار مثلا قاهره عمان ترانزيت جده. تمام، انا كده كده مش رايحه عمان، انا هنزل في جده اصلا. سوري، الطياره رايحه جده، بس يبقى مكمله بعد جده ايه؟ عمان. انا مش هكمل عمان، انا هنزل في جده. تمام. التأشيرة كمان بتطلع لك قبل ما تحجز التذكرة. تخيلوا، يعني قبل ما تدفع فلوس التذكرة التأشيرة بتجيلك. تمام، على الجيميل بتاعك. وانا شايفة ان الموضوع حلو يعني. وكمان العودة لازم تحجز عودة مؤكدة من الأردن. تمام، العودة المؤكدة دي يا جماعة حاجة حلوة قوي قوي في الخطوط السعودية، اني ما بتحتاجش يعني بترجع لك الفلوس كاش في حسابك. تمام، يعني مش لازم تحجز بقى طيران تاني والكلام ده. لا، ناس محترمة بصراحة، بيرجعوا الفلوس ايه لحسابك تاني. في واحد كمان انا بصراحة اتعاملت معاه ساعة لما انا كنت مسافرة. انا كنت هسافر على الخطوط السعودية. تمام، في البداية خالص قبل ما اسافر على فلاي ناس كنت هسافر على الخطوط السعودية، ولكن لقيت تذكرة الطيران غالية قوي في خطوط السعودية مقارنة بفلاي ناس، وما كانش في وجهة تالتة في فلاي ناس، وما كانش في يعني كل التأزمات دي كلها هناك. فصراحة انا اخترت ايه؟ فلاي ناس. بس انا لو حاليا عايزة اسافر هسافر على الخطوط السعودية. الخطوط السعودية بصراحة امان جدا جدا في التأشيرة، بتطلع قبل ما تحجزي التذكرة اساسا.
طيب ايه الاجراءات يا مي، او ايه الخطوات اللي انا همشيها؟ انت بتدخل على الخطوط السعوديه طبعا على على جوجل، تمام. بتختار الموقع طبعا بتاع السعودي. انا بصوا انا هعمل لكم فيديو اكني بحجز تذكره، تمام، علشان برضو تعرفوا الخطوات. هعمل لكم فيديو عملي دلوقتي اكني بحجز تذاكر الطيران ليا مثلا، وتاخدوا مني الموضوع. بصوا يا جماعه، هنكتب كده في البحث الطيران السعودي، تمام. عايزه الطيران السعودي بس اهو، تمام اهو. اول حاجه كده بكتبها هنا، انا طبعا من يبقى ايه القاهره، من القاهره الى عمان، تمام اهو. من القاهره الى ايه عمان. انا هختار ذهاب بس، انا عايزه اذهب بس يا عم. المهم تاريخ المغادره يفضل ان هي تكون يعني بعيده شويه، يعني نختار مثلا شهر واحد، نختار مثلا 10/1، 10/1، تمام، يناير 2024. نعمل متابعة اهو، الأربع يوم 10 يناير 2024، تمام. هعمل بحث، هعمل تغيير، هيبحث دلوقتي عن الرحلات. هدخل بقى طبعا هنا كاتب لي زوروا المملكة العربية السعودية، تمام. مدة إقامتك في الرياض أو جدة بدون رسوم إضافية. طبعا ليك 4 أيام. المهم أنا هكتب قضاء عمرة. هنا بيقول لك هنا إيه، احصل على فرصة أداء مناسك العمرة من خلال مدة إقامتك في جدة لمدة تصل إلى 4 أيام. أنا مش هعمل 4 أيام، عشان لو عملت 4 أيام هتجيلي التذكرة غالية قوي، تمام. أنا هعمل يوم واحد. اسمعوني بس، اعملوا يوم واحد واحجزوا التذكرة وليكوا 4 أيام هناك هتقعدوا فيهم، محدش هيكلمكم، تمام. تعملي عرض الرحلات في اليوم الواحد. طب تيجي نجرب كده، لو عملنا 4 أيام هيبقى بكام؟ لو عملنا 4 أيام هيبقى ب8000 وحاجة، تمام. اهو عرض الرحلات اهو، تمام اهو. تخيلوا درجة الأعمال ب39,000، ودرجة الضيافة اللي هي أقل حاجة ب8000 ونص. لا أنا مش عايزة أعمل 4 أيام، أنا عايزة أرجع تاني ونعمل. فاحنا رجعنا تاني بقى وهنعمل يوم واحد بس، تمام. هنعمل ايه يوم واحد، تمام. ونعمل عرض الرحلات. هيجيلك طبعا هنا رحلات ب5000 جنيه، تمام. الرحلة بتبدأ يعني من 5000 جنيه، كل الرحلات هنا ب5000 جنيه. رخيصة على فكرة بمقارنة من الأسعار اللي فاتت يعني. المهم هنا الساعة 2 بالليل، من الساعة كام؟ من القاهرة من الساعة 2:40 بالليل، تمام. وهنا الساعة 5 الفجر، وهنا الساعة 16 اللي هي الساعة 4:30، وهنا الساعة 7:30، وهنا براحتكم بقى، اختاروا اللي انتوا عايزين. مثلا ممكن اختار الأولى، تمام. نختار دي، تمام. نمشي كده نعمل اختيار، تمام. وبعد كده نعمل المتابعة إلى معلومات المسافر، تمام. هنا إجمالي السعر 5051 جنيه. هنا هبتدي بقى ان انا اجيب الباسبور بتاعي واكتب نفس مثلا هنا السيدة، هنا الاسم الاول بالانجليش، يعني نفس الباسبور بالظبط، تكتبي نفس الباسبور بالظبط، تمام. الاسم الاول مثلا لو انا اسمي مي، تكتبي اسمك مي بالانجليش نفس الباسبور، لو الحروف كابيتال كلها، تمام تمام، نفس الباسبور بالظبط. اسم العائلة اخر اسم، واسم اخر اسم من اسمك يعني. تاريخ الميلاد نفس برضو اللي في جواز السفر، والجنسية مصرية مثلا. رقم جواز السفر،
تاريخ الانتهاء برضو اللي في جواز السفر، وبلد الاصدار برضو هتلاقيها في جواز السفر. تمام، دي ملهاش لاي لازمه خالص، دي اختياري يعني. هنا بقى هنعمل قبل ما نعمل تأكيد هنعمل معلومات الاتصال. رمز البلد طبعا مصر، تكتبي رقم الهاتف بتاعك صحيح، والبريد الإلكتروني اللي هو الجيميل اللي هيتبعت لك عليه التذكرة والتفاصيل الرحلة. تمام، لازم يكون صحيح جدا، وبعد كده تعملي تأكيد. تمام، معلش بقى هنا النور كان قطع، نعمل بقى تأكيد. تمام، خلاص احنا حطينا المعلومات بتاعتنا، نعمل تأكيد بقى والكلام ده كله. وهيجي لنا طبعا تاني الرقم الهاتف مهم قوي قوي، ورقم البريد الالكتروني مهم جدا، اهم من اي حاجه. فاهمين؟ اكتبوا رمز البلد كده مصر، انا هكتب مصر طبعا. اكتبي جنسيتك بقى، سواء انت اي جنسيه براحتك انت حباه يعني، اللي هي معاكي انت، فاهمه؟ مش اللي انت حباها، لا اللي هي معاكي. رقم التليفون، رقم الموبايل يعني، والبريد الالكتروني طبعا لازم. عايزة تحفظي المعلومات. تمام، وبعد كده نختار المقاعد. انا بقى كتبت طبعا كل المعلومات بتاعتي، هختار المقاعد طبعا. وبعد كده هيجيلي طبعا التأشيرة، تأشيرة مرور إلكترونية. أحصل على تأشيرة مرور إلكترونية، يعني انتوا فاهمين، بتعملي طلب تأشيرة مرور، تتكي على طلب تأشيرة مرور. تمام، وبعد كده هو تحت خالص في اختيار بقى المقاعد والوجبة والكلام ده مش تختاروه عشان فلوس على الفاضي. المهم يعني اخترت هنا طلب التأشيرة، قال لي طبعا مؤهل، السيدة مي وكده، مؤهل لتقديم الطلب. تمام، هتعملي طبعا الموافقة والمتابعة، وتعملي المتابعة لتقديم الطلب، وهتجيلك على الجيميل. التأشيرة هتجيلك على الجيميل، وبعد كده هيجيلك بقى الدفع بالفيزا يا جماعة. بس كده، الدفع طبعا اللي هي 5000 وحاجة، 5000 تقريبا 51 جنيه حاجة زي كده. دي بس التأشيرة يا جماعة اللي هتتعمل. التأشيرة دي صالحة لمرة واحدة بس، خلال 90 يوم، تقعدي فيها 4 أيام بس كده. بس كده بتحجزي طبعا التذكرة بتاعتك، والتأشيرة بتجيلك. تمام. المهم في المطار لما بيروحوا، طبعا بتروح المطار بتقول لهم انا رايحه الاردن، انا مش رايحه يعني عمره ولا الكلام ده، انا رايحه الاردن. هيشوفوا التذكرة، ولازم تذكرة العودة من الأردن إلى مصر. تمام. طب ازاي يا مي وانا اصلا راجعة من جدة؟ انا راجعة من جدة لمصر يا حبيبتي، ما انا هقولك. لازم تحجزي قبل ما تروحي المطار بكام ساعة كده من الأردن لمصر. تمام، عودة. تمام، عودة وكده عشان يعدوكي من المطار. تمام، بس كده انا عايزاكي تعدي بس من المطار، وبعد كده بتلغيها، والفلوس بترجع لك تاني لحسابك. تمام، بالظبط. ليكي انك انت تلغيها في خلال ساعتين. تمام، او 24 ساعه تقريبا، 24 ساعه تقريبا وساعتين ديت من غير ما يخصموا منك اي فلوس خالص، اما 24 ساعه بيخصموا حاجات بسيطه. تمام، بترجع تاني في حسابك على طول. بس اول ما بتطلعي من الجوازات بتلغيها عادي، مفيش اي مشكله خالص. لو انتوا طبعا مش عارفين يعني قلقانين من الحته دي وكده، في واحد برضو بيعمل عودة مؤكدة ليكي قبل ما تروحي المطار والكلام ده، بس بياخد 500 جنيه تقريبا او 300 جنيه او حاجة زي كده، بياخد مبلغ، بياخد نسبة يعني. إيه، بحط لكم رقمه تحت. انا مش عارفه والله اسمه، والله العظيم ما عارفه اسمه، بس انا عارفه رقمه لاني كنت هو كان انا كنت عامله بوست وكده في جروب ما، فهو دخل كلمني وقال لي انا بعمل كذا وكذا 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 وكذا. قلت له انا محتاجه هعمل، مفيش اي مشكله يعني. فانا بصراحه جبت رقمه وسالته، قال لي خلاص ماشي، لو اي حد عايز عوده مؤكده من الاردن لمصر او كده، او ممكن يحجز لكم عامه التذاكر كلها والكلام ده، بس ده هيحاسبكم بسعر السوق السوداء، اللي هي كام، اللي هو ب 12 جنيه تقريبا او 12 ونص حاجه زي كده. المهم عشان اسافر الاردن ترانزيت جده. تمام، العوده من الاردن لمصر، لازم دول يبقوا معاكي وانت داخله المطار. تحجزي بقى براحتك العوده بقى من المدينه او من جده لمصر براحتك، على اي طيران رخيص. طيران بتهيألي ايديال حاجه زي كده برضو رخيص، طيران ناس برضو رخيص. بس طيران الناس لازم فيزة مشتريات عشان تحجزي التذكره دي.
وفي طيران رخيص. اختاري اي طيران رخيص. انا ممكن اقول لكم في التعليقات، انا هقعد ابحث واقول لكم في التعليقات اي طيران رخيص، اقول لكم في التعليقات طبعا. لازم وانتي رايحه المطار كمان يبقى معاكي تصريح امني للاردن. تمام، اي بلد ملهاش فيزا او ملهاش تاشيره، يعني سوري ملهاش تاشيره، لازم تصريح امني. تمام، وتصريح سفر جيش لو انت تحت سن التجنيد، او اي حد تحت سن التجنيد لازما تصريح جيش. هقول لكم التفاصيل دي كلها في الوصف تحت او في التعليقات. بتهيألي في حاجة في العباسية كده، مش عارفة تصريح الأمن ده بيطلع منين، بس أنا هدور كده وأقول لكم في التعليقات. أنا عاملة أصلا الفيديو ده غير مرتب بجد، إن أنا طالعة أرد على ناس كتيرة جدا جدا بعتتلي على الانستجرام رسائل كتيرة جدا جدا، ومش عارفة أرد عليها كلهم بصراحة، رسائل كتيرة جدا ومش عارفة أرد. فقلت لهم كمان هطلع بفيديو أعرفكم الموضوع فيه إيه، وإن فلاي ناس فعلا اتغيرت وبقى في وجهة تالتة. وفي كمان الفيزا ما بتقبلش، يعني لازما فيزا مشتريات. اما الطيران السعودي اي فيزا، لان هو بالجنيه المصري. هقول لكم على رقم الراجل اللي هو بيعمل تذكره العوده مؤكده، اللي هي الوهميه، يعني اللي انتوا بتوروها للبوردنج في المطار. هو اصلا بيشوفوها بس في المطار، حاجه زي كده، حاجه روتينيه يعني عندهم، ان هو بيشوفوا حاجه في المطار كده العوده خلاص اتفضلي امشي. اما في السعوديه هناك مش بيشوفوها، ملهمش علاقه خالص، هم لهم علاقه بالتاشيره ولهم علاقه بجواز السفر بتاعك، بس ملهمش علاقه باي حاجه خالص. التاشيره ديت بتدي 4 ايام يا جماعه جوه المملكه. تمام، من اول يوم انت بتدخلي فيه، من اول ساعه انت بتدخلي فيها المملكه بتتحسب بقى الساعات. يعني مثلا انا طيارتي من الساعه 8 لحد الساعه 10 ونص، من الساعه 11 انت احسبيها من الساعه 11 لحد بقى 96 ساعه. تمام، وبعد كده بتحجزي العوده يا جماعه من المدينه او من جده عادي، عوده من مدينه او جده لمصر اي طيران. تمام، مش يفضل اي يعني مش لازم طيران سعودي او كده، اي طيران رخيص تطلع عليه عادي، بس لازم تحجزي طبعا قبلها بفترة علشان برضو السعر يكون مناسب لحضرتك. ايه تاني؟ المواصلات هناك، انا قلت المواصلات. مش عارفه ازاي في ناس كتير قوي بتبعت لي على الانستجرام قولي التفاصيل الفنادق. انا قلت على فكره والله، قلت في الفيديو كل حاجه، ولكن ما اعرفش مفيش تركيز. المهم الفنادق يا جماعه، في فنادق هناك رخيصه جدا برضو جنب الحرم. هقول لكم على واحده، هجيب لكم رقم واتس بتاع واحده اصلا هناك قاعده في السعوديه بتحجز يعني لها علاقه اصلا بالموضوع ده كله، بالفنادق، تعرف الفنادق وتحجز لك مباشر للفندق ذات نفسه. تمام، اسمها مني، اسمها مش عارفة أمنية ولا مني، مش عارفة اسمها ايه، ولكن هقول لكم على رقمها في الوصف تحت ان شاء الله. تراسلوها واتس بإذن الله، تحجز لكم فنادق لمكة والمدينة بسعر منبسط، بس انتوا قولها تبع معين. و انتوا قلتوا على المواصلات. المواصلات يا جماعة رخيصة قوي على فكرة، والله المواصلات هناك يعني مش غالية قوي. يعني انت مثلا عايزة تروحي من مكة، من جدة لمكة، تقريبا الفرد ب35 ريال، تمام، او ب30 ريال. تمام، وعايزة تروحي مثلا تعملي عمرة تانية للتنعيم وكده، 4 أشخاص والكلام ده، بياخدوا تاكسي ب40 ريال، رايح وجاي، يعني كل فرد ب10 ريال. تمام، من مكة للمدينة. من مكة للمدينة يا جماعة في عربيات بتبقى قدام الحرم عند جبل عمر كده، عربيات مش عربيات اللي هي عربيات كبيرة، لا، عربيات اللي هي الجيب دي، اللي هي 7 راكب دي. ايوه هي ديت، بتبقى ب65 ريال، ب75 ريال، حاجة زي كده. انا سألت لما احنا كنا هناك وسألنا بصراحة، كان بيقول لنا ب75 ريال، 80 ريال ممكن تلاقيها في السعر ده. بس انت يعني فصلوا بقى هناك كتير قوي، لان هناك لازم تفصلوا في كل حاجة حقيقي بجد. كل ما تفصلي كل ما هينزل لك السعر، لان انا كنت رايحة التنعيم، كنت رايحة ان انا اعمل عمرة تانية وكده، وكنت عايزة احرم من التنعيم وكده. فروحت عشان اركب تاكسي، قال لي 60 ريال. قلت له لا انا مش معايا 60 ريال، هم 40 هتروح ورايح جاي، 40 رايح جاي. هنروح وكده. انا كنت انا ومامتي وجوزي، فروحنا بصراحة ب40 ريال طبعا يعني، ولو كنت نزلت معاه اكتر من كده كان هيوافق على فكرة.
لازم تفاصلوا هناك قوي كتير يعني. انا بصراحه رديت على كل الاسئله، انا مش عارفه اقول ايه تاني. اقول لكم التاشيره يا جماعه، التاشيره بتطلع في الخطوط السعوديه، بتطلع على طول. تمام، تاكدي انها هتطلع على طول. اما فلاي ناس حاليا في الوقت الحالي في ناس كتيره ما طلعت لهاش التاشيره، وده طبعا يخوف اي حد عايز يحجز على فلاي ناس. انا بصراحه انا مثلا مش هحط فلوسي في الهواء، انا ممكن ما يطلعليش التاشيره. تمام. وكمان الوجهة التالتة كمان ما بتستردش حقها. تمام، في فلاي ناس. اما في الخطوط السعودية بتعرفي تستردي حقها. فانا بصراحة دي حاجة كويسة، في ان اكون مطمئنة في ايه، ان التأشيرة جايالي، ان كمان الفلوس الوجهة التالتة هترجع لي. كمان هحجز باي فيزا، لان هحجز بالجنيه المصري مش بالريال. انتوا فاهمين انا قصدي ايه. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى لكم انها تبقى عمره مقبوله اللي هيروح باذن الله على الخطوط السعوديه او فلاي ناس. عادي عايز تطلع على فلاي ناس، انا ممكن اقول لكم الطريقه برضو. تطلعي على فلاي ناس يا جماعه، بتحجزوا عادي التذكره بتاعت من القاهره لجده، ولكن بتحجزي وجهه ثالثه من جده للاردن. تمام، الوجهه الثالثه دي لازم تكون معاكي وانت داخله المطار. تمام، ولازم يكون معاكي عوده. فانا شايفه ان الموضوع مكلف قوي في فلاي ناس، يعني مقارنه ان انا اروح انا على فلاي على خطوط السعوديه دايركت، وهيكون معايا تاشيره 4 ايام، وكمان هيكون معايا عوده مؤكده، بس ممكن الغيها واخد استرد فلوسها عادي. تمام، واكون برضو ما خسرتش مبلغ كبير قوي. اي سؤال او اي استفسار ممكن تبعتولي كمان على الانستجرام وانا هرد عليه. بس محدش مثلا يجي يقول لي والنبي قولي التفاصيل بقى من اول تاني، طب والنبي انا عايزه احجز، طب احجزي لي. انا مش هحجز، ما بحجزش لحد يا جماعه. انا بقول لكم على المعلومه، انا بقول لكم على الحاجه. في ناس بتحجز، انا هقول لكم على رقمهم بتحجز. يعني في ناس اصلا معاها فيز كتيره. طبعا انت عندك ليميت، الفيزا دي فيها ليميت طبعا، انك انت مثلا تحجزي لفردين 3. اما الناس دول اللي انا هقول لكم فيها في التعليقات بتحجز، على فكرة بيحجزوا، بس بيبقى معاهم يعني بيبقوا شغالين اصلا في الموضوع ده. هيطلع لك التأشيرة، وكمان هيطلع لك تذاكر الطيران، وممكن يحجز لك كمان فنادق من هناك. فانا بصراحة مش متخصصة قوي في الموضوع ده يا جماعة، عشان اقول لكم ان انا هقدر ان انا احجز لكم، او ان انا اقول لكم انا بقول لكم على التفاصيل، بقول لكم على اللي انا عرفته، او اللي انا دورت عليه، او اللي انا بحثت عنه. تمام، بقول لكم على المعلومه. حاليا انا مش عارفه بكره هيحصل فيه ايه، مش عارفه بعده هيحصل فيه ايه. زي ما فلاي ناس كده، انا كنت طالعه 12/10 من غير، والله العظيم قسما بالله ما كانوا طالبين مني وجهه ثالثه ولا اي شيء من دي خالص. وطبعا ما كانش فيه تدبير عمله ده خالص ولا الكلام ده. يعني كان باي فيزا. دلوقتي لازم فيزا مشتريات. فانا افضل خطوط السعوديه صراحه. بصراحه يعني منظمه قوي، وبقالها اكتر من سنه ونص ماشيه على نفس الحياد، ومغيرتش اي سيستم من اي حاجه. تمام، مش مذبذبه كده زي فلاي ناس. انا افضل الخطوط السعوديه. تحجزوا على الخطوط السعوديه اضمن لكم من القاهره للاردن، ترانزيت جده. تمام، هتنزلوا في جدة بقى وتعيشوا حياتكم ال4 ايام، وبعد كده ترجعوا طبعا من المدينة او من جدة، على حسب بقى انتوا البرنامج بتاعكم هيبقى عامل ازاي. هترجعوا من المدينة او جدة براحتكم بقى. ده اللي انا شايفاه، يعني اللي انا شايفاه ان كنت يعني الموضوع كله هيتكلف كام يا مية. اقول لكم في الاخر ان الموضوع كله هيتكلف مثلا في حدود 13 او 14 الف، بالمواصلات بقى، بالفنادق، بالكلام ده كله. تمام، ال4 ايام بمقارنة بالأسعار بتاعت الشركات اللي بره بنشوف أرقام عالية قوي قوي قوي. فده وجهة نظري، اللي عايز ياخد بيها براحته، مش عايز هو حر. ولكن دي وجهة نظري. ويا رب يا رب يكون عمره مقبول يا رب العالمين، ويتقبل منا يا رب ومنكم. وادعوا لي بقى هناك، اللي هيروح عن طريق يا جماعة، عن طريق اللي أنا قلته ده، يدعي لي هناك بقى يعني بصراحة الحال يا رب العالمين. اشوفكم على خير فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.